بكم. تجمع الإرادة الذي دعت إليه كتلة المعارضة الليلة وألقيت فيه كلمة طالبت برحيل الحكومة شهد أحداثا مؤسفة، حيث تحول الاعتصام إلى احتكاك بين المعتصمين من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى، عندما حاول المعتصمون تجاوز الأسلاك الأمنية الموضوعة في ساحة الإرادة، ورموا قوات الأمن بقنان المياه والقيام بمسيرات باتجاه قصر سمو رئيس الوزراء، وهو الذي حدا بهذه القوات إلى التدخل لمنعهم من تجاوز الأسلاك وحصول تدافع سقطت فيه الغتر والعجل لبعض المعتصمين. بعد ذلك تطورت الأمور عندما اقتحم المعتصمون مبنى مجلس الأمة والدخول إلى قاعة عبد الله السالم بالقوة بقيادة عدد من النواب المشاركين وسط صيحات النشيد الوطني، قبل إجبارهم على المغادرة من قبل حرس المجلس. وكذلك تم إرسال كتيبة من القوات الخاصة للسيطرة على الوضع. بدوره أكد اللواء محمود الدؤسري أن قوات الأمن لم تبادر بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة الإرادة، ولكنها وجدت نفسها في موقف الدفاع عن النفس بعد الاعتداء عليها ومحاولة تجاوز الأسلاك الأمنية المحيطة بساحة الإرادة. وكان لافتا في الكلمات التي ألقيت في بداية التجمع من قبل النواب المشاركين فيه الهجوم على الحكومة والمطالبة برحيل رئيسها والدعوة للاستمرار في المسيرات والاعتصامات، وفي هجوم غير مألوف ولهجة غير معتادة في الشأن السياسي الكويتي، وفي رسائل وجهها لذرية الشيخ مبارك. قال النائب مسلم البراك بأنه لا شرعية للحكم إلا بالدستور، وترى أقسم بالله إن عبثتم بحقوقنا راح نعبث بحقوقكم، وطز بالمجلس على حد تعبيره. أما النائب الدكتور وليد الطبطبائي فقد اعتبر الدستور قد توفي في ذكراه 50 وطالب بإلغاء الحياة النيابية. بدوره حذر النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية من تورط القوات الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين. أما النائب جمعان الحربش فقد دعا جميع المتواجدين إلى الجلوس حتى الصباح في تقاطع الشارع المؤدي إلى قصر سمو رئيس مجلس الوزراء. الو